هاي ويلكم تو ماي فيديو النهارده هيكون ريفيو عن منتجات للشعر. المنتجات دي كنت اشتريتها من شهرين تقريبا، والمنتجات دي مشهوره جدا في السوق، فقررت ان انا اشتريها واجربها. اقول لكم الريفيو بتاعي عليها، واقول لكم تستاهل فعلا ان احنا ندفع فيها الفلوس ولا لا، في بدائل تانية ممكن ان احنا نستخدمها. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك سبسكرايب، اعملوا في الانستجرام بتاعي، ويلا بينا نبتدي الفيديو. اول برودكت حابه ان انا اكلمكم عليه هو الشامبو بتاع بابلز. مكتوب عليه ان هو بيدي مويستشر لوك شامبو، وكمان مكتوب عليه ان هو لجميع انواع الشعر. في نوع تاني منه للشعر الجاف. شعري انا جاف، لكن الفكره في فروه الشعر. لو انتوا فروه شعركم بتدهن كده شويه بالذات في الصيف، فهيكون مناسب ان انتوا تستخدموا حاجه ما تكونش للشعر الجاف، لان الشعر الجاف بيكون محطوط فيه كميه زيوت عاليه، فاكيد هتخلي شعركم مدهن اكتر. انا عن نفسي شعري جاف لكن في الشتاء ممكن استخدم حاجه للشعر الجاف، لكن في الصيف ما ينفعش. كمان الشامبو ده معمول بالكوكونات والجوجوبا اويل، هو زيرو سولفيت وسيليكون. طيب الشامبو ده كشامبو سيليكون فري وبارابين فري وكل الحاجات دي هو كويس، لكن بالنسبه لي انا مش حاسه ان انا حبيته قوي. ممكن علشان ريحته ضعيفه شويه، وانا بحب ان الشامبو يكون ريحته حلوه او احس ان انا نظفت شعري فعلا. ده انا مش حاساه قوي في الشامبو ده. فعلا هو بينظف الشعر، انا مش هقدر اقول على الشامبو ده عكس كده، لكن الفكره وانتوا بتستخدموه مش عارفه، حاسه ان انا مش مبسوطه وانا بستخدمه. ممكن علشان قوامه جل كمان، يعني هو بصوا عايزه اوريكم من هنا قوامه عامل ازاي، مش عارفه ابين لكم ولا لا، بس بصوا هو قوامه جل كده شويه، يعني هو ولا ماسك نفسه زي الكريم ولا هو سايل قوي، لا هو قوامه حلو. لكن لما تيجوا تحطوه على شعركم ملمسه مع فروه الشعر مش حباه قوي، فانا بصراحه هخلصه. يعني انا بقالي شهرين جايباه بجد مش عارفه استخدمه كويس، يعني واصل عندي لحد هنا عكس الكونديشنر بتاعه خالص. انا بالنسبه لي الشامبو ده حلو، لكن مش حاسه ان انا ممكن ادفع فيه فلوس واشتريه تاني. ممكن ابقى اجرب انواع شامبو تانية وبرده هقول لكم طبعا ريفيو بتاعي عليها، لكن ده انا مش هشتريه تاني. تاني برودكت بقى حابه ان انا اكلمكم عليه وهو الكونديشنر بتاع بابلز. ده بقى عظيم، احلى كونديشنر انا استخدمته في حياتي. ريحته حلوه قوي قوي، ريحته عارفين اول ما تغسلوا شعركم انتوا بتحسوا شعركم ريحته حلوه قوي. ثانيا هو فعلا بيطري الشعر، يعني انا برده بستخدمه زي الشامبو بالظبط، بس بصوا ده انا مخلصاه لحد فين. يعني انا عاده بحط من الكونديشنر كميه محترمه بحيث ان الشعر محتاج ان هو يترطب، لكن اهم حاجه طبعا ان انتوا ما تجيبوش اي حاجه على فروه شعركم، احنا قلنا الموضوع ده كتير قوي. ده انا بحطه من اول هنا لحد اخر شعري، بجد ريحته حلوه قوي، هو بيرطب الشعر حلوه قوي. مش بحس ان بعد ما حطيته ان انا شعري ولا كانه مترطب ولا اي حاجه، لا بحس ان شعري مترطب. لكن في فكره وانتوا بتحطوا الكونديشنر ده على شعركم مش هتحسوا خالص ان هو من النوع عارفين انه انتوا بتحطوه لا بيخلي الشعر ناعم او كده، لا هو مش كده خالص. يعني انا بحطه وبسيبه بتاع 10 دقايق مثلا عقبال مثلا ما بغسل جسمي، وبعد كده برجع اعمل شعري تاني. بحس فعلا ان بعد ما بغسله ان الشعر فيه لمعه حلوه قوي، فده انا بالنسبه لي اديله 10 من 10، واكيد هستخدمه تاني. تالت برودكت بقى وهو النورشنج هير ماسك بتاع بابلز. الماسك ده انا بصراحه مش حاسه ان انا حبيته قوي، يعني حاسه ان هو حلو وكل حاجه وريحته حلوه قوي، لكن حاسه ان لا في بدايل ارخص ليه وممكن تدي نفس النتيجه، نفس البدايل اللي انا كنت قلت لكم عليها في الفيديو بتاع ان احنا نشتري حاجات من الصيدليه باسعار رخيصه وفعلا حلوه قوي. فالبدايل اللي في الفيديو ده اعتقد ان هي احلى بكتير قوي من ده. يعني انا جربت ده وجربت ده، لا حاسه ان ده ليه بدايل كتير. حاسه كمان ان باي بوينت ولوفيا احلى منه بكتير قوي، ممكن يكونوا تقريبا في نفس السعر او ده اغلى حبه صغيرين، لكن بالنسبه لي لا، يعني هخلصه ومش هجربه تاني. كمان في حاجه مضايقاني قوي فيه، يعني بصوا انا تقريبا خلصت ربعه. انا كل ما بستخدمه مش عارفه بعد ما بحطه على شعري بحس ان شعري ولا فرق اي حاجه، عكس مثلا الكونديشنر اول ما بحطه على شعري لا بحس ان فيه لمعه حلوه قوي، لكن ده اول ما بحطه على شعري بحس اللي هو ولا كاني حطيت اي حاجه، نفس الايفكت تقريبا بتاع الكونديشنر. فاكيد انا مش هشتريه تاني. هو مكتوب عليه ان هو بالهاني الشيا باتر وكمان الارجان اويل، انا مش حاسه ان كل الحاجات دي اديته اي ايفكت زياده بصراحه. الحاجات التانيه اللي انا كنت بستخدمها قبل كده ما كانش بيبقى فيها الانجريدينتس المهمه قوي دي، وكانت بتديني نتيجه مشابهه ويمكن احسن كمان. ممكن ابقى اشوف بدايل تانيه ليه برده ممكن تكون في نفس السعر او سعرها ارخص شويه بس تكون احلى من ده. البرودكت بقى اللي بعد كده، وده البرودكت بصوا يعني انا بجد من كتر ما هو حلو انا خلصته لحد هنا. الليف ان بتاع بابلز. الليف ان ده ريحته حلوه قوي زي بالظبط الكونديشنر بتاعه، ده المفروض بحطه. بعد كده بحط برودكت تاني هقول لكم عليه دلوقتي. انا بحطه بحس ان شعري خلاص هو مش محتاج اي حاجه تانية، بيعمل لمعه حلوه قوي، بيسيب الكيرلز ديفايند قوي، بيخلي عارفين في فوليوم كده للشعر شكله حلو قوي، زي فعلا الاعلانات اللي هم بيعملوها على البيج بتاعتهم. فعلا هو بيدي الايفكت ده جدا للشعر، الشعر بيبقى شكله حلو قوي، بيبقى شكله صحي قوي. كمان هو مكتوب عليه ان هو زيرو سولفيت وزيرو سيليكون وزيرو بارابين وفور اول هير تايبس، يعني هو معمول لكل انواع الشعر، معمول كمان بالشيا باتر والافوكادو اويل.
فعلا الانجريدينتس دي اثرت على الليف ان ده بشكل مش طبيعي. فعلا الانجريدينتس دي حلوه قوي وفرقت جدا في شكل الشعر وفي صحه الشعر. فانا بالنسبه لي ده اكيد هجربه تاني. بس خلوا بالكم بعد ما تحطوه، علشان دي حاجه انا لاحظتها، حطوه سرحوا شعركم بسرعه، ما تستنوش عليه شويه لان هو بيمسك الكيرلز، يعني بتحسوا ان هو خلاص غلف الشعرايه. فوانس ان هو غلف الشعرايه كده لما بتيجوا تسرحوه ممكن ان هو يضايقكم شويه وانتوا بتسرحوا شعركم. فاحسن حاجه ان انتوا حطوه شعركم مبلول بنسبه بسيطه وبعد كده سرحوا شعركم واعملوا بقى سكرانش، فعلا هيدي افكت حلو قوي. البرودكت بقى اللي بعد كده وهو الفلاكسي كريم جل من بابلز. برضو ده المفروض عارفين جل بذر الكتان، بس هو معمول بطريقه كريمي كده علشان تقدر ان يتحافظ عليه، لان اي حد بيستخدم بذور بتاعه الكتان علشان يعملها جل عارفين كويس قوي ان هو مش بيقعد في الثلاجه اكتر من يومين وبعد كده بيبوظ. فانا بالنسبه لي وانا بشتريه بصراحه كنت علشان اجربه كان عندي فضول جدا اعرف يعني هو هيدي فعلا افكت للشعر ولا لا. بس بعد ما جربته حاسه ان انا خلاص ده حاجه اساسيه عندي في روتين الشعر بتاعي. ليه؟ لان اولا انا بستخدمه لحاجتين. اول حاجه بيثبت الحواجب حلو قوي وده اكتشاف فعلا. يعني انا لما بحس ان انا محتاجه ان انا اسرح شعر حواجبي كويس قوي قوي واثبتها كويس قوي، فعلا ده بيثبت الشعر حلو قوي. زي ما بيعمل في الحواجب هو كمان بيعمل في الشعر، هو بيثبت الكيرلز بشكل حلو قوي، بيخلي شكل الشعر حتى بعد الليف ان شكله حلو قوي وشكله عارفين فيه لمعه حلوه قوي. بس انا غلطت غلطه فظيعه وانا خارجه من الشاور بتاعي، بصوا مني اتكسر كده من هنا. بس بصراحه يعني كويس جدا جدا ان هم عاملين باكجينج بتاعهم الحته البلاستيك دي، لان زي ما حصل معايا كده بعد ما وقع دي كان ممكن جدا البرودكت يبوظ لو كان مش محطوط دي، لكن لان دي محطوطه بصراحه البرودكت لحد دلوقتي كويس جدا ما فيهوش اي حاجه. هو معمول بالارجان اويل والالوفيرا. الالوفيرا مفيده جدا للشعر. انا كنت قلت لكم قبل كده ان انا مش من الناس اللي شعرها بيمشي خالص مع الالوفيرا، بس اكيد ده مشي مع شعري بسبب بذور الكتان، لان بذور الكتان كانت مشي جدا مع شعري. فاعتقد ان الالوفيرا جل مش مؤثر قوي على شعري. الدنيا دلوقتي وانا بصور على فكره بتغيم وفجاه بتمطر واحنا في عز الصيف، فدي حاجه ويرد جدا علشان لو حسيتوا بس فرق اضاءه. اخر حاجه حابه ان انا اكلمكم عليها وهو النارش هايدريتنج هير تريتمنت من اريج. الزيت ده تحفه، الزيت ده حلو قوي للشعر. انا بعمله حمام زيت وبخلطه مع زيوت تانية انا كنت قايله لكم عليها في فيديو قبل كده. فعلا بيخلي الشعر بيطول. يعني انا حسيت بفرق جدا على فكره في طول شعري بعد ما استخدمته. بصوا يعني هو دروب كده، يعني هو بيجي معاه دروب كده انتوا بتستخدموها معاه، بتعرفوا ان انتوا توزعوه كويس قوي على فروه الراس. بس ان انتوا بعد ما تحطوه مش بلاقي صعوبه خالص ان انا اغسل شعري، ممكن بسبب ان هو ما فيهوش زيوت تقيله قوي زي زيت الخروع او كده، بس بصراحه بيأثر جدا على الشعر. كمان بدا يطلع لي بيبي هير في الحته دي كده، وكان في النص كده عندي فيه فراغ صغير قوي بدا برده ان هو يتملي. يعني هو مكتوب عليه ان هو محطوط فيه كميه زيوت كتير جدا، محطوط فيه الجوجوبا اويل، كمان محطوط فيه المون اويل، اوليف اويل، الروزماري. والروزماري انتوا اكيد عارفين وشفتوا على تيك توك وشفتوا في كل مكان ان فعلا الروزماري من اكتر الحاجات اللي بتحافظ على صحه الشعر، كمان اللي بتطول الشعر. فلو انتوا عايزين حاجه زي كده ومحتاجين ان هو شعركم يطول ويبقى شكله صحي، اشتروا الزيت ده، هو فعلا حلو قوي. بس كده دي كانت كل البرودكت اللي انا كنت حابه ان انا اعمل لكم ريفيو عليه. يا رب يكون فيديو عجبكم وفاتكم. لو عجبكم اعملوا لايك، سبسكرايب، اعملوا في الانستجرام بتاعي، وباي باي.